فرحة وتركت اللي قلبي مبخوش. تعرف شو يعني تكون فنان حقيقي؟ تكون صوت حتى لو انقطع صوتك. المهم انت قل لي شو لازم نقول لحتى نكون مع الحكومة؟ نضال سيجري يلي سموه تشارلي تشابلن العرب. ليه؟ لأنه بعد ما فقد حنجرته ما فقد كلمته. كتار ناس حاطين إشارة استفهام إنه نضال ما أخذ موقف. محمد سيجري أخو نضال سيجري يلي هو طيار حربي سابق حكى وروى موقف شقيقه من النظام وتهديدات اللي تعرض لها. كتار ما بيعرفوا إنه نضال اعتقل من المخابرات الجوية، هددوه بأولاده 2. واللي ما بيعرف إنه نضال كنا عم نطلع جلسات ليعمل جلسات كيماوي، شيء بعد طلعنا على حدود إنه ممنوع من المغادرة. بوقت الحرب لما صار الدم هو لغة الشارع، نضال سيجري حاول يوقف الدم بين السوريين، وبين محمد شقيقه في اللقاء دوره البارز في الثورة السورية مع المعتقلين. كان أثناء حصار باب عمر جمع أكبر عدد ممكن، اتفقوا الساعة 7 الصبح ينطلق من الأستراد لعدوي باصين ويدخلوا على باب عمر، إذا بدكم تقصفونا معهم، واستجر على أساسها من العدوي راعي المخابرات الجوية. نضال رفقاتك بالسجون الحقيقة تشجعوا، نزل هو ومكسيم خليل، نزل معهم باسم ياخر، قاعد مع أهل الصليبة كانوا عاملين اعتصام، قال لهم ساعدوني كمان أنتوا لحتى نقدر نطالع الشباب اللي فوق. وما طلع من الذي إلا كانوا طالعين من المعتقل كده. ومحمد سيجري نفى كل الأخبار اللي حكت إنه النظام هو اللي تكفل بعلاج نضال سيجري. ما حدا له فضل عليه، لا الرئيس ولا غير الرئيس. لم يعالج على نفقة مخلوق. بسنة 2011 لما خضع لعملية استئصال بحنجرته في بيروت، كان ناسي الوجع وإجته قوة ليكتب رسالة لإحدى زميلاته في دمشق: وطني موجوع وأنا أنزف، بلعومي خانني فاقتلعته، أرجوكم لا تخونوا وطنكم. وفي نص الرسالة ووصفه لحوار بينه وبين حلمه بملاك، سأله الملاك: لماذا أنت خائف؟ أهنئك، لقد نجوت هذه المرة أيضا. فبكى الشاب الماكث هناك وقال: ما هي أخبار وطني؟ خذ حصتي من النجاة وأعطيها لوطني. ما بحبها. وقبل ما يغمض عيونه للأبد كتب آخر كلماته سنة 2013 على صفحته على فيسبوك: بعد قليل سأحلم بأن كل السوريين سيبدأون بالعمل معا لإعادة البناء. بعد قليل إذا لم تخرج بلادي من وجعها سأتمنى الموت وأغادر مع هذا العالم البائس المليء بالسرطان. وفاة نضال سيجري وقتها وحدت السوريين بشكل أو بآخر. مع كثرة الموت اكتشفوا في إنه ناس بتموت طبيعي، مش بصواريخ ولا بكيماوي ولا غيره. أنا راح أشتغله بس خلص راح.